امسك. محمود جاب لسحر هدية شكارة ذهب وحلفته بالغالية ان هو ما يكونش مقلب. وهل فعلا محمد ساب ميرفت خلاص؟ وبالفيديو سمعنا صوت ان هما انفصلوا عن بعض خلاص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا شفيعي يا محمد. ما تنسوش يا جماعة لو عجبكم الفيديو اعملوا لنا لايك واشتراك في طبعا في اول الفيديو هندعي بالرحمة طبعا لأم زياد، ربنا يغفر لها ويرحمها. سحر النهارده جابت سيرتها وقالت لمحمود في الفيديو ورحمة صباح لا انت قايل ان ما في الهدية حاجة تخوف او تقلق. كمان لان هو كان دايما بيعمل فيها مقالب وكده. وكمان قالت ان هو مربيين فيران في البيت اللي هي الهامستر اللي هي الفيران البيضة دي، فممكن يكون بقى عشان العيال بتحبها او كده، لان في ناس بتحب تربيها يعني. اما بالنسبة كمان ان هي سحر طيبة او كيوت، فما شاء الله بصراحة تستاهل والله محل دهب كامل بسبب أدابها وبسبب أخلاقها العالية، وكمان بسبب إن هي دمها خفيف وما شاء الله بتحب محمود وبتحب العيلة كلها ما شاء الله راضي عنها اللهم بارك. محمود قال لها انت عارفة ان كان نفسي اجيب لك الهدايا دي من زمان، وان انت كمان عارفة ايه الظروف، وان الظروف ما كانتش مساعدة، ولكن اول ما الظروف ساعدت وبعنا العجول الصغيرين اللي عندنا. طبعا زي ما احنا عارفين ان هو عنده مزرعة مواشي. بس كانت الهدية جاية بصراحة في شكل غريب، يعني الشكارة بتاعت الكرنب الكبيرة دي وكرنبتين اللي جابهم. وبس يعني كان منظر صعب. اكيد طبعا علبة الدهب هتبقى لها كرنب بس مش مشكلة بقى، المهم اللي جوه العلبة يا جماعة، وربنا يهنهم يا رب ويهن كل سعيد بسعيدة. بالنسبة كمان بقى لان في ناس قالت ان محمد فسخ الخطوبة مع ميرفت. طبعا القناة اللي حطت الفيديو ده طلع ان الفيديو قديم من زمان جدا، وان الحاجة كانت متفقة مع محمد تعمل في ميرفت مقلب وان هي مش عايزاها والكلام ده، بس بالعكس طبعا هما بيحبوا ميرفت ومتمسكين بيها ومحمد كمان بيحبها جدا. بس القنوات اللي بتحب عايزة مشاهدات والريتش والكلام ده، فربنا يهدي ويطلعوا بقى يفرحونا بقى محمد وميرفت الامارات دول.